السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع حضراتكم السلسلة المباركة الغزوات، ومعادنا مع الفتح الأعظم أو غزوة فتح مكة. كلنا عارفين إن صلح الحديبية سنة 6 هجرية كان من أهم بنوده إعلان الهدنة ووقف القتال بين المسلمين ومشركين قريش لمدة 10 سنين، والهدنة دي كانت فرصة لبعض القبائل العربية حوالين مكة زي قبيلة خزاعة وقبيلة بني بكر إنهم يدخلوا هم كمان في الصلح وينهوا حالة الحرب والدم اللي كانت بينهم. وأخذت قبيلة خزاعة صف المسلمين، أما قبيلة بني بكر فأخذت صف المشركين، وفضل الصلح أو الهدنة قائمة بين معسكر المسلمين ومعسكر قريش لغاية ما حصلت حاجة غريبة جدا. الظاهر النية ما كانتش خالصة عند قبيلة بني بكر اللي طلبت من قريش إنها تساعدها في التخلص من قبيلة خزاعة، وفعلا ساعدتها قريش بالمال والسلاح والرجال لغاية ما قبيلة بني بكر أغارت وقتلت أكتر من 20 رجل من قبيلة خزاعة اللي جريت واستنجدت بحلفائها المسلمين في المدينة المنورة. ولما قريش فاقت واكتشفت ان الغلطة دي ممكن تكلفها نقض العهد مع المسلمين وبالتالي الحرب مع الطرف الاقوى في المنطقة، رجعت وندمت وفكرت وقررت تبعت زعيمها ابو سفيان بن حرب للمدينة المنورة عشان يطلب من المسلمين مد فترة الهدنة وتجديد العهد. فهل يا ترى هيقدر أبو سفيان في إقناع المسلمين بإن اللي حصل ده كان غلطة ومش هتتكرر وبالتالي يجدد الصلح والعهد، ولا المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون ليهم رأي تاني؟ تابع معايا الفيديو وبتمنى لك مشاهدة ممتعة. نبدأ على بركة الله مع غزوة فتح مكة سنة 8 هجرية. اسم الغزوة غزوة فتح مكة. امتى؟ في 10 من رمضان سنة 8 هجرية. المكان مكة المكرمة. أطراف الغزوة المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ضد مشركي قريش. الأسباب: بعد غدر قبيلة بني بكر بقبيلة خزاعة، وبعد ما ساعدت قريش قبيلة بني بكر في الغدر ده، وبعد استغاثة قبيلة خزاعة بالمسلمين في المدينة، أصبح صلح الحديبية على المحك، والحرب بين المسلمين وقريش على وشك. بس قريش مش جاهزة للحرب دي، او تقدر تقول مش هتقدر على الحرب دي، لان قوة المسلمين وقتها كانت اكبر واكتر تنظيم، وخصوصا بعد طرد يهود خيبر من المدينة. عشان كده اخدت قريش اصعب القرارات في تاريخها، وهو انها تبعت زعيمها ابو سفيان بن حرب للمدينة المنورة لاستسماح النبي صلى الله عليه وسلم انه يوافق على تمديد الهدنة وتجديد الصلح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض يديله اي كلمة، فراح ابو سفيان لسيدنا ابو بكر لعل وعسى يتوسط في الامر، فرفض هو كمان. فراح لسيدنا عمر بن الخطاب فرفض، فراح لسيدنا علي ابن ابي طالب فرفض، ورجع ابو سفيان لقريش من غير نتيجة بعد ما فشل في مهمته. وفي سرية تامة ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش المسلمين لقريش، وكان بيدعو ويقول: اللهم خذ على أبصارهم فلا يروني إلا بغتة. ولما الجيش اتجهز خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لفتح مكة، وترك في المدينة الصحابي عبد الله ابن مكتوم. عدد المسلمين 10,000 صحابي من الأنصار والمهاجرين وقبائل بني سليم وجهينة وأسلم وبنو كعب ابن عمرو ومزينة وغيرهم من العشائر. أحداث الغزوة:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باتجاه قريش لغاية ما وصل منطقة مر الزهران، وهي منطقة قريبة من مكة. عسكر هناك جيش الإسلام، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد الجيش بإشعال شعلة كنوع من الحرب النفسية. ولك أن تتخيل المنظر الرهيب ده ومدى قوته في نفوس المشركين. وفعلا لما خرج أبو سفيان بن حرب عشان يستطلع خط سير المسلمين وشاف شكل النيران دي اتأثر وخاف، ولما قرب من معسكر المسلمين قابل هناك العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أخدوا لخيمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أعلن أبو سفيان إسلامه، ولأن أبو سفيان كان زعيم قريش وسيدها، ولأن الإسلام بيحافظ على مكانة الأفراد ومش بيضيع الحقوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وبعد كده خرج جيش الإسلام باتجاه مكة المكرمة بالجيش الكبير ده. واستمرار لأسلوب الحرب النفسية، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ل4 كتائب يدخلوا مكة من 4 اتجاهات مختلفة. الكتيبة الأولى تدخل مكة من الاتجاه الرئيسي من ناحية الشمال الغربي بقيادة أمين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح مع النبي صلى الله عليه وسلم. والكتيبة الثانية تدخل مكة من ناحية الجنوب الغربي بقيادة الزبير ابن العوام. والكتيبة الثالثة هتدخل مكة من ناحية الجنوب بقيادة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. والكتيبة الرابعة هتدخل مكة من ناحية الشمال الشرقي بقيادة خالد ابن الوليد. ودخل جيش الإسلام مكة بدون قتال إلا من ناحية كتيبة خالد بن الوليد، كان فيها بعض المناوشات بينه وبين عدد قليل من المشركين. أما سفيان بن حرب فخرج على قريش يطلب منهم التسليم ويردد: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. لك أن تتخيل وقع الكلمات دي في نفوس المشركين. زعيمهم وسيدهم يطلب منهم التسليم والخضوع لأوامر المسلمين. ولما وصل المسلمين الكعبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الأصنام، وكمان أمر عليه الصلاة والسلام سيدنا بلال ابن رباح بالأذان في الكعبة. وبعد ما صلى داخل الكعبة رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قريش اللي كانوا واقفين مستنيين يعرفوا مصيرهم ايه بعد الفتح. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نتائج الغزوة والدروس المستفادة منها. غزوة فتح مكة كان ليها دروس ونتائج مهمة جدا، منها: 1. العزة والنصر من عند الله عز وجل يعطيهم لعباده الموحدين اللي صبروا وصمدوا وثبتوا وقت الشدائد. 2. الإسلام دين بيحترم المعاهدات والاتفاقيات وبيحرص على سلامة الحلفاء والدفاع عنهم. 3. مكة غالية جدا عند المسلمين وعشان كده لا هجرة بعد الفتح. 4. التأكيد على عقيدة التوحيد، والدليل على كده هدم الأصنام وتكسيرها وإزالة كل معالم الشرك. 5. الإسلام دين العدل والرحمة والسلام، حريص على حقن الدماء والعفو عند المقدرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.